في عام 1898 نشبت الحرب بين الجمهورية الفلبينية الأولى والولايات المتحدة الأمريكية. كان الإسبان يحكمون الفلبين منذ 3 قرون، وكان الأمريكيون يريدون أن يتوسعوا في الجزر المحيطة بقارتهم شرقاً وغرباً، فهاجموا الإسبان في كوبا إلى جنوبهم الشرقي وفي الفلبين إلى جنوبهم الغربي. وساعد الأمريكيون أهل الفلبين في الثورة على مستعمريهم الإسبان، واعتبر الفلبينيون الأمريكيين حلفاءهم، وصدقوا كلامهم أنهم إنما جاءوا ليساعدوهم على نيل الحرية. فلما انهزم الإسبان وأعلن الفلبينيون استقلالهم، لم يعترف الأمريكيون بذلك الاستقلال، وعقدوا اتفاقاً مع الإسبان أن تسلم مدريد الفلبين لواشنطن لا للفلبينيين مقابل مبلغ من المال. ثم حول الأمريكيون بنادقهم تجاه حلفائهم السابقين. فحين قاومهم الفلبينيون وخسر الأمريكيون في معركة من المعارك نحو 50 جندياً، أمر القائد الأمريكي المتولي أمر القطاع الذي جرت فيه المعركة بقتل كل إنسان عمره 10 سنوات أو يزيد. ونفذ الأمر، وأبيد عشرات الآلاف من الفلبينيين الصيادين والفلاحين في الجزيرة المعنية. فكان هذا مبلغ الحرية والاستقلال الذي تحصل عليه القوم من يد الاستعمار. واحتلت الولايات المتحدة الفلبين نصف قرن من الزمان، ولم تستقل البلاد إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ومن الغريب أننا في بلادنا جرى علينا مثل هذا بحذافيره بعد وقوعه في الفلبين ب20 سنة، ولم نعتبر بمن سبقنا. قال البريطانيون والفرنسيون لنا أثناء الحرب العالمية الأولى إنهم يريدون استقلالنا عن الأتراك، وصدقهم من صدقهم وحالفهم من حالفهم. فكان الجيش الذي أخذ القدس من العثمانيين وسلمها للبريطانيين، ولم نرها من بعد إلى اليوم، جيشا جله من الجنود المصريين بقيادة الحاكم العسكري البريطاني لمصر إدموند الليمبي. صحيح أن هؤلاء العساكر كلهم أخذوا عنوة وسخرة من قراهم، ولكن السلطان الذي جمعهم وسلمهم إلى الإنجليز حسين كامل ورئيس وزرائه حسين رشدي وأنصارهما كانوا طائعين مختارين أن يحالفوا البريطانيين على أقربائهم، بل عزلوا ابن أخيهم الخديوي عباس حلمي ابن توفيق ابن إسماعيل بن محمد علي لميله إلى الأتراك، ونفوه إلى إسطنبول. وخرجت القدس من يدنا، وكان لقب حاكمها أمير المؤمنين منذ عمر بن الخطاب إلى ذلك اليوم، ما عدا سنوات حكم الفرنجة الصليبيين. ولذلك انتشرت يومئذ شائعة شعبية أن اللورد الليمبي قال حين دخلها: الآن انتهت الحروب الصليبية. ويروى أيضا أن أول علم إسرائيلي رفع على القدس حين دخلتها القوات البريطانية عام 1917 قبل إنشاء دولة إسرائيل أصلاً، رفعه الفيلق اليهودي، وهو اسم غير رسمي ل5 كتائب من المتطوعين اليهود ضمتهم القوات البريطانية إليها قبل معركة القدس. وكان العلم من إنتاج شركة شيكوريل، وملاكها من المنتمين إلى الطائفة ذاتها في مصر حيث كانت مصانعها ومحلاتها. وقد نسج العلم المذكور في مشاغل الشركة بالإسكندرية. وها أنا أريك ملصق دعاية لهذا الفيلق اليهودي تظهر فيه امرأة كتب عليها اسم ابنة صهيون، تشير إلى الراء المتطوع المحتمل وتخاطبه وهي تعني فلسطين، قائلة: إن أرضك القديمة الجديدة لا بد لها منك. أكرر، كان هذا الفيلق يقاتل جنبا إلى جنب مع جنود سلطان مصر حسين كامل وجنود الاحتلال البريطاني ضد الدولة العثمانية، وقد حازوا القدس منها. أقول: حالف المستعمرين من حالفهم منا طمعا في الاستقلال الذي وعدوه به، فابتلي باحتلال طويل وبحياة الذليل وبدولة إسرائيل. أقول: لم نعتبر بمن سبقنا لأن نخبنا وقتئذ الغادية الرائحة في البدلات والطرابيش والقبعات ذات الريش المحبة للمفاوضات والمؤتمرات كانت ترقب السياسة في أوروبا وحدها، ولم تكن ترى ما يجري في العالم حولها، وترى الحرية ملابس مغزولة في لندن ومصممة في باريس، ولا ترى الحرية التي في مقاومة المظلومين للظالمين في بلاد العالم المنكوبة، والتي يسميها العالم فقيرة وهي الغنية المنهوبة. وكما لم نعتبر بما جرى على غيرنا، يبدو أننا لم نعتبر بما جرى علينا نحن. ففي هذا القرن، أي في حياتك أنت يا أخي،
رأيت بلادا لنا يستعين بعض سياسيها بالاستعمار ليمنحه الحرية، فلا يمنحه إلا الموت والخذلان. وقد كان هذا خطاب بعض العرب ممن ظن احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق سيأتيه بالنعيم المقيم. وقد شهدت محاضرة في جامعة بوسطن حيث كنت طالبا لأحد مشاهير الإعلام الأمريكي، وهو صاحب برنامج تحليل سياسي مهم على إحدى أقدم القنوات الإخبارية الفضائية الأمريكية وأكثرها انتشارا، يدافع فيها عن فكرة غزو العراق بصفتها بابا لنشر الحرية بين العراقيين والعرب أجمعين، وأن ذلك سيولد موجة من الديمقراطية والحريات في المنطقة كلها. وحين قلت له: أتريد أن تقصفهم إلى الحرية؟ ألا ترى التناقض فيما تقول؟ تجبرهم جبرا على ما تظنه أنت حريتهم لا ما يظنونه هم؟ ألا ترى العنصرية في اعتقادك أنك أنت وجيشك وحاملات طائراتك أدرى بمصلحتهم منهم؟ قال ولم يرفف له جفن: فعلنا ذلك في اليابان. فنعم، يجوز أن نحتل بلدا لنحرره ونقتل قوما ليعيشوا، بل يجوز أن نقصفهم بالقنابل النووية لينصلح حالهم. فقلت له: لم تصبح اليابان قوية بقصفكم إياها، بل ساعدتم في إثرائها بعد قصفها خوفا من الصينيين والروس أن يقيموا فيها إذا بقي أهلها فقراء نظاما شيوعيا يعاديكم، وليس بينه وبين سواحلكم الغربية إلا الماء. أما نحن فخوفكم منا وطمعكم فينا، فأما الطمع فلموقع بلادنا من أوسط الأرض، وأما الخوف فلموقع إسرائيل من أوسط بلادنا. فإذا هدمتم كما هدمتم في اليابان فلن تبنوا كما بنيتم هناك، وإن أفقرتم فلن تغنوا. فلم يجبني. ومن بعد العراق تكرر تأميل بعض السياسيين في استعمار ينصرهم على استبداد، وغفلوا أنهما من قماشة واحدة يتناصران بالطبيعة علينا، وإن اختلفا فإنما هو اختلاف مواريث، اختلاف على من يقمعنا ولمصلحة من، لا على القمع ذاته، فهو ثابت في الحالتين. واعلم يا صديقي أن قمع الحاكم ابن خوفه، وأن الخوف يأتي من انعدام شرعيته. وفي بلادنا وفي كل بلد في العالم، بل حتى بين الأسود والغزلان، تكون الشرعية لمن يستطيع رد الضيم عن أهله وحمايتهم من العدو. وما دامت فلسطين محتلة فالشرعية لمن يقاوم محتليها ويصدهم. أما من لا يفعل أو يؤجل فيطيل الأجل يظل يواجه أزمة شرعية حتى يقاوم، أو فسيخسر سلطانه، طال الزمان أو قصر. فمن طلب الحرية عطية تهدى له من يد الاستعمار، عندي ذو رأي عجيب، فهو لا يعتبر بما كان منذ 100 عام ولا بما يكون أمام عينيه. إنما تطلب الحرية من الظلم بمقاومته، لا بمعاونته ومسالمته ومساومته. والغريب أن يحتاج المرء لقول مثل هذا وهو بديهي وقائمة عليه الأدلة منذ مئات السنين. والله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون.